الدوري المصري موسم 2025 دوري الإثارة، دوري المتعة، دوري السلالم الموسيقية، دوري فرق وسط الجدول هي اللي اتحكمت في الدوري بعد هزيمة بيراميدز من فاركو ومن البنك الأهلي. الدفة بتروح في اتجاه النادي الأهلي. النهارده النادي الأهلي بيلعب مع البنك الأهلي مباراة قمة الإثارة والمتعة منذ البداية حتى الثانية الأخيرة. الفريق المحترم القوي اللي عنده مدير فني اسمه طارق مصطفى لعب في حدود الامكانيات افضل ما يكون. غلب بيراميدز اللي النادي الاهلي لعبوا مباريتين في الدور الاول والدور الثاني وهو 10 لعيبه علشان حاله الطرد، والاهلي ما عرفش يكسب بيراميدز. بتيجي فاركو بتقدم هديه، بيجي البنك الاهلي بيقدم هديه. النادي الاهلي بيستثمر الفرصه وبيمسك فيها ويتشبث بالفرصه لتحقيق اللقب رقم 45 في تاريخ النادي الاهلي في نسخه الدوري رقم 66. الدوري الصعب، الدوري الاستثنائي، دوري المجموعتين، الدوري اللي 95% من الاهلاويه كانوا فقدوا فيه الامل، ولكن فرق وسط الجدول هي اللي حولت الدفه من بيراميدز للجزيره للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيفوز بشق الانفس، بشق الانفس مع فريق قوي، فريق منظم دفاعيا، فريق كان عنده الهجمات المرتده في غايه الصعوبه. امام عاشور بيتقدم بهدف على الطريقه العالميه بالقدم اليسرى اليساريه الطرشه، اليساري الناري المهاري، بيسجل هدف في الزاويه ال90. الاهلي بيتقدم 1-0 وخلاص الجمهور بيغني والجمهور فرحان لغايه ما بيجي يو النور بيخلي العتمه نور بالنسبه للنادي البنك الاهلي وبيسجل هدف على طريقه الكبار. وكالعاده كوارث في دفاع النادي الاهلي. اللاعب بيستلم بعد بقى سيد نيمار ما بيعدي من واحد والتاني والتالت وبيسلم يو النور، بيستلم استلم ولف ودار وخد القرار وحط هدف 10/10، هدف رقم 10، رابع الهدافين في سباق هداف الدوري الممتاز هذا الموسم. المركز الثالث ناصر منسي رصيد 11 هدف. يجي لاعب البنك الاهلي اسامه فيصل وامام عاشور لاعب النادي الاهلي، كل لاعب فيهم عنده 12 هدف. حتى صراع الهدافين مشتعل حتى المباراه الاخيره. تنزل الشوط الثاني الاهلي بيهاجم، البنك بيهاجم، تغييرات من هنا تغييرات من هناك. المدير الفني تامر مصطفى لعب مباراه في حدود الامكانيات افضل ما يكون، اللي غلب بيراميدز. والاهلي ما عرفش يغلب بيراميدز مباريتين في الدور الاول والدور الثاني رغم ان الاهلي كان عنده تفوق عددي في المباريتين، والاهلي فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز. بيجي ينزل البديل الناجح، الصفقه النموذجيه للاهلاويه في يناير، هو وسام ابو علي. ومين اللي بيصنع الهدف بقى؟ صاحب الانقاذ بتاع المباراه الماضيه مع سيراميكا هو ياسر ابراهيم، بيصنع هدف في الثواني الاخيره في الرمق الاخير من المباراه، وسام ابو علي سجل هدف قد يكون هو هدف الدوري. عندنا مباراه جايه مع فريق فاركو صعبه جدا اللي غلب بيراميدز وقدم هديه للنادي الاهلي، اللي الاهلي ما عرفش يكسب بيراميدز وهو 10 لعيبه. ليه بكرر وبعيد وبزيد؟ لان نظريا انت قابلت البنك الاهلي كسبت بشق الانفس في الثواني الاخيره، هتلاعب فاركو فريق قوي جدا. خلي بالك هذه النسخه الاستثنائيه من الدوري، دوري المجموعتين، دوري 2025، الاهلي لو كسبه هتبقى النسخه الاصعب والاغلى في تاريخ النادي الاهلي. كولر بدأ الموسم بتأليف غير طبيعي وتغيير مراكز وإصابات لعيبة ويجمد لعيبة ولاعيبة تطلع إعارة ولاعيبة تتبقى، وكان موسم صعب جدا. خرجنا من باتشوكا من قبل نهائي كاس الانتر كونتيننتال ابطال القارات، خسرنا قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، ما لعبناش كاس مصر السنه دي علشان انسحبنا النسخه الماضيه. ما كانش قدامك ولا بطوله غير الدوري، وكان الفرق 4 نقاط لصالح بيراميدز. ادانا هديه فاركو وكمل عليها البنك الاهلي. كل الفرق السنه دي جامده. ما تنساش ان في المباراه الاخيره مع فاركو مباراه صعبه جدا، قبل كده الانتاج الحربي ضيع على الاهلي الدوري، انبي ضيع على الاهلي الدوري الى اخره. هتعيد وتزيد. فرق وسط الجدول النهارده كلها قويه بلا استثناء، كلها قويه، ولكن خلاص بنسبه 95% ومش 99، 95، لان فاركو وارد جدا يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، وهذا ما اخشاه. النهارده بنتفرج على المباراه مع البنك الاهلي لغايه الركنيه اللي جابها احمد ياسر ريان من ياسر ابراهيم، كنت حاطط ايدي على قلبي وخايف يجي فينا هدف يبقى خلاص الدوري رسميا راح. انت هتلعب المباراه اللي جايه تكسب، يتم تتويجك بالنسخه رقم 45 في تاريخك، النسخه 66 من الدوري المصري الممتاز. فرصتك بايدك مش في ايد حد تاني. لازم اللعيبه يكون عندها روح قتاليه اعلى من كده. شفنا امام عاشور نجم المباراه، افضل لاعب في افريقيا، افضل لاعب في الموسم النهارده للنادي الاهلي هو امام عاشور، وهو زعلان وهو بيغير لكن بينزل. علي معلول بيلعب برضه وبيأدي وبيجيب اللي عنده رغم ان هو نازل في الدقيقه 91.
السوليه بينزل بيأدي وبيسدد على المرمى، قفشه بينزل وبيصنع اكتر من فرصه، حسين الشحات بينزل وبيعمل اضافات، ولكن كل اللعيبه عايزه تسجل، عايزه تكون هي صاحبه الهدف، صاحبه المبادره. الروح اللي كان الاهلي افتقدها من بدري رجعت للنادي الاهلي. ذا ماستر اوف سسبنس زي ما قال ايمن الكاشف معلق المباراه، الاهلي للثانيه الاخيره، الروح اللي كان الاهلي مفتقدها، اللي كان بيراميدز تميز بيها في الدور الاول ولغايه نص الدور الثاني. بيراميدز كان بيحول التاخر لتعادل وبعدين يتقدم وبيكسب المباريات كتير جدا، كان عنده روح البطل. ولكن لما الاهلي ضغط وخلاص بقى الاهلي فارق بالنقاط بعد هزيمه فاركو وهزيمه البنك الاهلي لبيراميدز خلاص، وهنا بقى بتبان الفرق الكبيره. النهارده بتروجيت كان بيتقدم على بيراميدز ولكن الهدف جه اوف سايد، كان عندنا امل كبير ان بتروجيت يدينا الهديه النهارده ونحسم الدوري رسميا النهارده، ولكن بيراميدز يمتلك 10 لاعبين هم الاعلى قيمه تسويقيه من اصل 25 لاعب في الدوري المصري، الاهلي يمتلك 11. بنتكلم على فريق بطل عنده كاس مصر، هيلعب نهائي كاس مصر السنه دي، هو وصيف الدوري 3 مرات، وهيلعب دوري ابطال افريقيا، وهيلعب النهائي الاول في تاريخه لدوري ابطال افريقيا مع فريق كبير زي صن داونز. حان الوقت للاعتراف ان بيراميدز فريق قوي وفريق بطوله، ولكن لا يمتلك الشعبيه الجماهيريه ولا القوه الاعلاميه. بيراميدز فريق قوي ولكن الشعبيه بتفرق، كره القدم للجماهير، الجماهير هي عصب الكوره. النهارده شوف جمهور النادي الاهلي هو بيحافز اللعيبه وبيشجع اللعيبه وبيتكلم، هي دي الكوره، هي دي عصب الكوره. كره القدم لعبت، صنعت، جعلت، تطورت وهتتطور علشان اسعاد الجماهير، هي رقم واحد، وجهان لعمله واحده، كره القدم والجماهير. مبروك الفوز الصعب لعماد النحاس وكتيبه اللاعبين المحترمين المجتهدين بلا استثناء، ولكن عندنا كوارث في الدفاع. عايزين صفقتين في الدفاع، صفقتين سوبر، عايزين لعيبه في الدفاع سوبر سوبر. المره اللي فاتت مع سيراميكا انقاذ لياسر في الوقت الضايع، النهارده ياسر هو اللي بيصنع الهدف لوسام ابو علي، ولكن ادائنا الدفاعي مش افضل شيء، مش افضل حاجه. عماد النحاس يستاهل، هو ومحمد يوسف ومحمد نجيب ومحمد شوقي وكل الجهاز الفني والاداري والطبي المعاون يستاهلوا بطوله تتوج مجهودهم. الخطيب ومجلس ادارته المحترم يستاهل بطوله تتوج مجهودهم. لعيبه هم جيل ذهبي للنادي الاهلي، معاهم 4 دوري ابطال افريقيا، لعبوا اخر 5 نهائيات، يستاهلوا بطوله علشان ما ينفعش الموسم يطلع موسم صفري. جمهور الاهلي الجمهور العظيم اللي دايما في ظهر النادي يستاهل بطوله يفرح بيها. دوري صعب، مبروك للاهلاويه الفوز الصعب، الفوز الصعب، الفوز الصعب على البنك الاهلي. ان شاء الله نحتفل في مباراه فاركو، مكسبنا بايدينا نكسب ونحتفل، وان شاء الله امام عاشور يكون هو هداف الدوري ويسجل هدف 13 و14 ويحسم لقب شخصي فردي ليه يستاهلها. صفقه من العيار التقيل جدا، صفقه القرن كما سموها، صفقه القرن كما لقبوها امام عاشور، صفقه نموذجيه للنادي الاهلي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. واحد من رجاله المباراه مروان عطيه في تغيير الملعب لبن شرقي في الهدف الاول اللي صنعه الامام عاشور، في الاوفر اللي رفعه لياسر ابراهيم اللي سندها لاسامه ابو علي بالراسيه سجل الهدف الثاني. مروان عطيه بيلعب مباراه حلوه جدا، وبالمناسبه اكرم توفيق لعب مباراه محترمه جدا. بحيي عماد النحاس ان بيستغل كل الامكانيات المتاحه علشان يوصل للهدف المنشود. كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والاداري والجماهير واللعيبه ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم. ان شاء الله الدوري رقم 66 هيكون اهلاوي ويكون اللقب رقم 45 في تاريخ النادي الاهلي، يا رب نحتفل في مباراه فاركو. السلام عليكم.